لا والله ابو الهش يحييكم من بعد رحله طويله عجيبه 10 ساعات بالطيران عشان اشوف هالاختراع الجديد اللي حيغير حياتنا كخليجيين وكسعوديين. الجهاز من شركه اسمها ايكولو بلو البيئه الزرقاء، جهاز ينتج الماء من الهواء. تخيلوا يا ناس، من الهواء. شفتوا سبحان الله، من الهواء على طول نجيب مويه. على فكره ترى هذه شركه امريكيه الان دخلت السعوديه بشكل رسمي. على فكرة ترى هذه هي التقنية الجديدة المستقبلية، الماء من الهواء. تصدقون ان موية ايكولو بلو انقى من الموية اللي نشتريها هذه، حتى انها انقى من الموية اللي تنباع بالصيدليات الصغيرة حقت الاطفال. مويتها انقى. الحين اوريكم وش التقنية العجيبة هذه نكتشفها سوا. التقنية جدا بسيطة لكن فيها اسرار هي اللي مميزتها. طبعا هنا اول شيء يدخل الهواء، الهواء من هنا يدخل، وما يهم مهما كانت حالة الهواء، مغبر مش مغبر، ملوث مش ملوث، حتى الله يكرمكم ممكن يكون الجهاز موجود بدورة المياه، ما يهم. بعدها يمتزج الهواء بالتيار البارد ويتكثف وتنزل قطرات الندى بهذا الخزان، ومن بعدها الموية تتجمع وتنزل وتروح للفلاتر. بس على فكرة ترى هذه الموية أساسا برضو نقية وتنشرب، ما في مشكلة. بهذا الشكل هذه الموية أساسا مساوية لأي موية نقية بالسوق، لكن وين الفرق؟ الفرق هنا، هذا اللي يخليها أنقى موية بالعالم. وخلاص من بعد عملية الفلاتر هذه تروح وتشربها بالسلامة، وشربت أنقى موية بالعالم، تطبخ منها وتشربها وتغسل فيها حتى. هذا جهاز ايكولو بلو المخصص للمنازل، هذا تحطونه عندكم بالبيت. أنا فتحت لكم واحد عشان تشوفون التقنية من جوا، نفس الشرح اللي شرحته لكن عملي. الهواء يدخل من هنا، من بعده طال عمركم هذه مرحلة التكثف اللي قلنا عليها، ويطلع مرة ثانية يرجع إلى الفلاتر هذه. طبعا في أشياء معقدة ثانية كثير، يعني ما شاء الله